السلام عليكم خوتي الزول، تحية لكل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينيك ديزاد، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. وتحية عطرة لكل شعوب المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا، والله يرحم شهدائنا أبرار في فلسطين، في غزة العزيزة، اللهم ارحمهم إنهم أحياء عند ربهم يرزقون. ربي ينصرهم على العدو الغشيم الصهيوني. حصة اليوم خاوتين نتكلموا على سؤال وتعليقات كثيرة وأسئلة جاءتني في الخاص وجاءتني في تعليقات الصفحة والقناة عن مصير المكلف بالإعلام الناطق الرسمي لعصابة سيدي موسى. اليوم سآتيكم بأخبار ومعلومات حصرية ومؤكدة، أعيدها وأكررها، مؤكدة 100%. صوفي لا ما باليش. اليوم نتكلموا على صلاح عبود. متى تنتهي صلاحية صلاح عبود في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وفي محيط المنتخب الوطني؟ صلاح عبود هو كما يعرف من أزلام عصابة سيدي موسى ومن أزلام سطيوش. صلاح عبود كإنسان أنا أحترمه ولست لي مشكل أي شخص أنا وياه، وإنسان كان يحترمني وأنا كنت أحترمه وما زال أحترمه كشخص، لكن كمسير في الاتحادية فهذا حق أن ننتقده، وما عجبنيش في عدة أمور. ومن قبل كان إنسان ما عندي حتى مشكل شخصي معه، وعمري ما تعديت الانتقاد معه، تعديت معه الخطوط الحمراء. صلاح عبود هو من المقربين من رئيس الفاف السابق الشرعي زطيوش، وكما يقال أصبح ناطق رسمي لعصابة سيدي موسى، والكل يعرف ماذا فعله منذ الأيام الأخيرة لزطيوش. واليوم غادي نقول لكم متى تنتهي صلاحيته. صلاح عبود ما نساوش واش قال ليبوك، قال باللي في الماضي بأن الجزائر مهددة من الفيفا وكذا وكذا، ومن ذاك النهار الشعب الجزائري والجماهير الجزائرية أصبحت تنتقد الرجل لأنه أصبح يتكلم أمر خاطئ. المهمة تاعو هو مكلف بالإعلام فقط، ولكن ولا يروح البلاطوهات وينتقد معارضي زتشي ولا ينتقد كل شيء، وكتلونا بأسطوانات الفيفا وبعبع الفيفا والجزائر ستقصى وكذا والمنتخب الوطني وكذا وكذا في 2020 ونهاية 20 وبداية 2021. وبعدها دخل في الكومبلو تاع الماتش يتعاود وقعد يهايشر في الجماهير الجزائرية. وذاك النهار أنا من قاعد يهايشر في الجماهير الجزائرية في الماتش يتعاود، وانا على بالي بلي 100% اللي هو على باله بلي الماتش ما يتعاودش، ولكن تمشى مع المقدس، تمشى مع الخط الوردي قوس قزح وتمشى تاع الماتش يتعاود. ومن بعد زاد لنا الملف كأس إفريقيا تاع 2025 و27 بلي عندنا ملف ثقيل وراح هو القاهرة وملف ثقيل وكذا وكذا. ذاك الوقت يقنت باللي أن صلاح عبود إنسان خبزيست، إنسان تاع خبزة ماشي تاع مبادئ وماشي شخصية تاعته، إنسان اللي عنده تاريخ وعنده مبدأ، ما يدخلش في هاد لي كومبلو وما يدخلش يولي خبزيست يولي يقلي ويهايشر في الشعب الجزائري. كون جا إنسان متمكن كيما لا جينيراسيون تاعو كوم يزيد وهيب كوم رضا عباس كوم رفيق واحد ما يدخلوش في لي كومبلي، يبغى يكون بوه هو رئيس الاتحادية يقول له نو تاريخي ما يقمحليش. صلاح عبود هو استان باجيس، كان مراسل كاتب في جريدة الوطن آليبوك، وهو لست صحفي 100%، هو إطار في وزارة الفلاحة، هذه باش نكون رسمي. كثر الحديث عنه خاصة لما ترشح رئيس الفاف الحالي وليد الصادي. لما ترشح صلاح عبود لم يقبل بترشح وليد الصادي، لم يستقبله يوم الترشيحات، لم يستقبله.
وكان مساند 100% إلى المرشح مزيان إغيل، وشفناه لما استقبل بحفاوة رئيس مصر الحمدية السابق واللاعب الدولي السابق مزيان إغيل، وتماك تكلم أمام الملأ أمام كل الصحفيين، قال لهم بلي مزيان ناس ملاح كذا، هادو شو باغيين عندنا، باغي يدونا باغي اوطاج تتكلم امور، ولحقت لرئيس الاتحاد باللي هذا الانسان ما حبش رئيس الاتحاد. ويوم انتخاب رئيس الاتحاد لم يقدر وهرب الى خارج الوطن الى فرنسا، وما حبش يحضر ندوه صحفيه تاع وليد السعدي يوم انتخابه في سيدي موسى، وعده امور. وكان يقول لهم انا من اكسبتيش، وكان يقول اليبوك بلي ماشي اليبوك هنا كان يقول يوم بعد مباراه السنغال نروح، ولكن الكوتش جمال بالماضي قام بفرضه. ولكن الحاجه اللي ما غاديش ينتظرها الخط الوردي الناخب الوطني بان صليب عبود ايامه اصبحت معدوده ومعدوده على راس الاتحاديه الدولي بعصابه سيدي موسى. مصادر موثوقه مقربة من أعلى مستوى هي عقد صالح بن عبود سينتهي يوم 31 ديسمبر 2023. هل رئيس الفاف سيقوم بتجديد عقده؟ هنا لب الموضوع. مصادر موثوقة تقول رسميا ورسميا ورسميا رئيس الفاف والأمين العام لن يقومون بتجديد عقد صلاح بن عبود رسميا ورسميا ورسميا. في حالة وقوع معجزة وطيح كلمة رئيس الاتحاد، رئيس الاتحاد في راسه يقول بلي صلاح بن عبود انتهت قصته مع الاتحادية يوم 31/12، ولكن كاين إمكانية هل يشارك في الكان، لأن طونت يدوز تبقى أيام قليلة على كأس إفريقيا بالكوت ديفوار. هنا لب الموضوع، هنا لب الموضوع. هي المعلومة تقول بلي بنسبة كبيرة لن يكون في الكان، لكن كاين بعض النسبة ممكن من أجل باش ما يبرتيبيوش وما يقوموش بيرتيبو ليكيب ناسيونال إمكانية إكسبسيونيل استثنائيا يروح يغطي مع المنتخب الوطني كأس إفريقيا بالكوت ديفوار. في هذه اللحظة محال يروح، ولكن في هذا اليومين جاتني خبر بلي كاين إمكانية يروح مع بعثة المنتخب. هذه غاز كونفيرمي في نهاية شهر ديسمبر، لكن منذ قبل مباراة الموزمبيق كان رسميا ما يروحش الموزمبيق، ما يروحش الكوت ديفوار. لكن بعد مباراة الموزمبيق والشتاء والماساج اللي داروه والشتاء تعرفوا رئيس الاتحاد ممكن تشفع له يشارك في الكان بلا كونترا، يدي لي زانديميدي تاعو، يدي اموره، بعد نهاية الكان تنتهي. بعض الناس تقول لك ممكن رئيس الفاف يتراجع في حال يجيه طلب من الناخب الوطني، ولكن مصادر تقول 100% بأن ملف أسود جاء لرئيس الاتحاد، جاء في طاولة رئيس الاتحاد ملف أسود وأسود من محيط ومن سوناتراك ضد المكلف بالإعلام صالح بن عبود. المعلومة تقول باللي كاين ملف أسود والأمر أصبح فوقي، لن يجدد عقد صالح بن عبود على رأس الاتحادية، عفوا على رأس خلية الإعلام. وفي الأيام القليلة القادمة يمكن سيقومون الاتحادية بانتداب شخص جديد على خلية الإعلام. إمكانية في الأيام القليلة الفاف غادي تريكريتي تخدم واحد جديد، وفي حالة ما ريكريتاوش واحد صالح بن عبود سيروح إلى كأس إفريقيا. أنا بالنسبة لي ما ديرونج با يروح كأس إفريقيا، ما بغا يروح الله يسهل عليه، باسكو بعد المقدس بيرتي باوني داروا لي حتى المقدس لو يتدخل خط الوردي قوس قزح الناخب الوطني فطلبه مرفوض، لأن الأمر جاء فوقي وكاين تقارير سوداء من سوناتراك ومن مولد الجزائر بأن كاين أمور ما دارتش مليح في تسيير النادي الهاوي لمولد الجزائر، لأن ما يخفى لكم صالح بن عبود هو
لو اس جي سكرتير جينيرال، ربما سكرتير جنرال تاع النادي الهاوي لمولودية الجزائر، وكاين تقارير سوداء ضده في تسيير المولودية، وكاين كما يقولوا شكاوي ضده، والملف الحق إلى طاولة رئيس الاتحاد. حتى لو يتدخل الناخب الوطني جبل الماضي فإن التقرير الأسود فوقي، وقرار تنحيته قرار لا رجع فيه من الاتحادية. في حال وقوع المعجزة وبقاء صالح بعبود إلى بعد الكان، نطالب للمقدس فرض كلمته، ورئيس الاتحادية أصبح له لا كلمة لا ميثاق لا والو. ولكن ما نظنش وليد صادي عنده كاين امور اللي تفوت الخطوط الحمراء، حتى هو لن يستطيع فرض صالح بعبود. حتى هو في قرار نفس رئيس الاتحاد باللي صالح بعبود انتهت صلاحيته مع الاتحاديه ومع المنتخب الوطني، واخر اذا نقول لك حاجه، اذا زعما لحقت غادي يروح يحضر لاكا، ونسبه قدر لاكا ما يحضرهاش. باش نقول لك راهي بينه وبين، انا جبت لكم المصادر، جبت لكم المعلومه اليقينه. هنا يبقى القرار عند رئيس الاتحاد. صالح بعبود، هذه لكل بدايه النهايه، نتمنى لك حظ موفق لحياتك القادمه، ولكن نقول لك بلي في الاتحاديه اصبحت غير مرغوب فيك. اما انا نقول لك الناس باكين شاكلوا عاش ما نعرف قطعه. ولا خوتي زيد لكم هذه المعلومه، عندنا شي شباب على سيدي موسى سنتكلم عليه في الساعات القادمه باذن الله. تحيه لكم خوتي، 1 2 3 فيوا لاجيري.